عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. والنهارده معايا فيديو جديد. متنساش تعمل لايك الفيديو ده وتشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني. انا ماري من قناه ماري منصور فاميلي، والحمد لله الفيديو باظ. وبعد ما قلت لكم الفيديو باظ اكيد طبعا مش هيبوظ، يعني الحمد لله. بصوا النهارده بقى فيديو يعني المنتظر زي ما بيقولوها، بجد انا مبسوطه جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه وهنبدا بايه. وبصوا الفيديو النهارده فيه تفاصيل كتير جدا جدا جدا، انا اصلا حابه ان انا افرجكم عليها واوريكم واشوف ايه رايكم. خلاص دخلت كده على المطبخ، طبعا اوضه النوم النهارده جايه، فلازم استعد لها كده واعمل ايه اكل بقى للناس اللي جايين. فهبدأ بقى بالاكل كده. هجيب بقى، كان عندي دبابيس، طلعت بقى ايه الدبابيس اللي عندي، دبابيس فراخ، وجبت بصلة كده علشان احط المية اغلي اسلق الفراخ اللي معايا. خلاص طبعا كده لازم اعمل لهم اكله حلوه بقى، بما ان ايه الناس جايه، فانا مش عارفه يعني اللي عاملها لي ده قريبي وقريب جوزي، يعني يبقى ابن عمي وفي نفس الوقت ابن عم جوزي، لان احنا كلنا ولاد عم في بعض. مش عارفه ازاي بس هي جت كده. بس بجد يعني هو عنده مصنع كده حلو قوي، فبصراحه شغله حلو جدا. فتعالوا اوريكم بقى ايه الشغل بتاعه، بس هتاخدوا منه كده ايه حاجات حلوه. خلاص تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى، نبدا الفيديو مع بعض. بصوا بقى كده، انا قطعت طماطمايه وكمان بصلايه كده حلوه، وجبت ورقتين لورو، قلت اجهز قبل. انا عرفت ان خلاص العربيه جايه وجايبه لي الحاجه، فلازم اجهز كده واعمل حسابي يعني، عشان ما تورطش لما الناس تيجي يعني واحس ان في لخبطه وكده. طلعت كمان كيس ملوخيه، بس كنت مطلعاه من بدري فك خلاص. كمان حطيت كده كوبايه صيني، واحط كده كام واحده كده حبهان، علشان عايزه الفراخ دي تتسلق واخد منها احلى شوربه اعمل بيها اكل. هعمل معاكم كذا صنف من الاكل النهارده، فخليكم معايا متابعين ماشي. بصوا بقى، قبل ما وانا حطيت الفراخ تتسلق عملت ايه. طبعا هلم كل الكوتشات دي الشوزات دي واحطها على جنب، بحيث ان ما حدش يدوس عليها يعني، هخلي لهم بس الشباشب عشان هيلبسوها. هلم بقى السجاد ده طبعا علشان العفش الجديد ان شاء الله داخل كده، فايه ما يوسخوليش يعني، ياخدوا راحتهم ويركنوا والكلام ده، ونفس الوقت السجاد ما يتبهدلش عشان محدش يقعد يقلع الكوتشي بتاعه والاوض جوه ساعه من غير سجاد، فحرام عليا. فقلت اشيل كله عشان كله يدخل بالشوز بتاعته يعني. خلاص شلت السجاده دي، وكمان هشيل السجاده التانية دي. بصوا كان لسه الوقت كده يعني اخر اليوم كده على المغرب، على الساعه 6 كده او 6، عشان هتشوفوا دلوقتي الدنيا ظلمت بسرعه. فلميت كمان السجاده دي وعلى الروف بقى، علشان اوسع لنفسي، مش عايزه اكركب في الشقه وفي نفس الوقت يبقى في ايه مفيش حاجه. الشقه الحمد لله متوضبه وكويسه وزي الفل، والاوض ممسوحه، مش محتاجه اي حاجه اعملها فيها زي ما انتم شفتوا معايا الفيديو. خلاص الفيديو اللي فات طبعا شكرا للناس اللي بجد بجد فرحت لي من كل قلبها. بجد انا بقالي 7 اشهر من غير عزال، فانتوا تخيلوا بقى والله العظيم. بصي فترة صعبة، بس الحمد لله ربنا عوضني وعطاني احلى ما انا كنت اتمنى كمان. خلاص طبعا انتوا مستعجلين عايزين تشوفوا الفيديو زي، بس لازم اوريكم كل التفاصيل اللي انا عملتها في يومي. خلاص هنا برضو لميت السجادة كده، والدنيا عندي متروقة جوه وزي الفل. هرجع لايه للاكل بتاعي. كانت المية هنا غلت بتاعتي، نزلت فيها كل التوابل والبهارات اللي انا قلت لكم عليها. احط كمان فلفل اسود، لان الفلفل الاسود ده اللي عندي بودر، وكمان هحط ملح، بس دلوقتي نسيت احط ملح، بس انا هحط ملح بعد كده يعني. هنا كمان الدور كانوا شويه مواعين كده صفيتهم يعني، قلت عشان انا هطبخ فيهم فانا عايزاهم. قلت اعمل ايه بقى اكسب وقت، اعمل ايه احمر الشعريه والرز. هجيب كرسي كده عشان اقف عليه، اجيب الحاجه من فوق. جبت الرز والشعريه، فانا هحمر كده الشعريه والرز واسيبهم على الناشف. يعني ايه على الناشف؟ يعني حمر الشعريه عادي بزيت او بسمنه، عفوا زي ما انت بتحبي. انا بحب احمره بزيت، انا بحب الرز بزيت. خلاص فانا بقى احمر كده الشعريه دي، احط كده حبه شعريه حلوين واحمرهم، وانزل بقى بالرز واسيبه ايه يتنشف شويه وياخد كفر كده الرز يعني. وبعدين بقى اسيبه بقى على جنب، واول ما الناس تيجي او الشوربه بقى تستوي والكلام ده هزيد من الشوربه. فبصراحه انجزت يعني. طيب الاذان اذن،
هطفي الفيديو وارجع اكمله معاكم تاني. وبكده رجعت لكم تاني. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه هنا. بصوا انا طبعا حطيت الفراخ تستوي وحمرت الرز بالشعريه وظبطته خلاص. بصوا هوريهولكم بعد ما نشف. سبته طبعا مش هحط له اي شوربه ولا اي حاجه. هنا جبت كده جبت جلاش وجبت صينيه وهبدا ان انا هعمل الجلاش. خلاص كانت عندي الفراخ متبله ومتسبكه وزي الفل. دي فراخ انا كنت فرماها، فاكرين لو في العيد كنت عامله بيها اكل، وده اللي اتبقى حطيته في كيس وشلته في الفريزر. بصراحه نفع معايا اهو. طلعته بقى لما فك كده وبدات ان انا هعمل صينيه جلاش بالفراخ. بجد طلعت تحفه تحفه. جربيها بالفراخ هتعجبك جدا، احلى من باللحمه المفرومه. افرمي الفراخ او تقطعيه صغير على ايدك لو انت قادره، او عندك مفرمه او كبه ايا كان عندك ايه اشتغلي بيها، صدقيني هتبقى طعمها حلو جدا ومميز. وبالفراخ هنا بقيت احط كل رقين بحط بينهم زيت علشان تديني كده توريقه بتاعت بين الجلاش، يعني يديني كده مورقه معايا وحلوه. خلاص بقيت اتني الورقه لان الورقه بتاعت الجلاش اكبر من الصينيه شويه. عادي ما فيش مشكله، حتى لو متقطعه خالص هتطلع معاكي سليمه وزي الفل. انا ما كانتش متقطعه بس انا عشان كنت مستعجله فعماله اشد فيها فقطعت يعني بعض حاجات منها. بس بصراحه طلعت كمان لفه الجلاش معايا كبيره جدا، فمش عارف حسيت ان كميه اول مره اشوف لفه جلاش كبيره كده ما شاء الله. يعني هم حظهم حلو الحمد لله. بس مسكت كده برضو. بص اللفة لقيتها برضو فيها طبقات كتير، لا شلت منها علشان انا عايزاها متورقة وتطلع كده عاملة الحاجة حلوة وبنفس يعني وتطلع كويسة، يعني حتى الناس لما تاكل منها تبقى حاجة نظيفة وكويسة. هنا بحط بين كل راق والتاني بحط زيت زي ما قلت لكم. في ناس بتحب تحط سمنة، سيحها حبة سمنة او زبدة زي ما انت عايزة وحط بين الطبقات. خلاص اللي تحبيه اعمليه، يعني ما توقفيش نفسك على حاجه. بس بص بقى دي فراخ متسبكه وجاهزه زي اللحمه المفرومه بالظبط، عاملاها معامله اللحمه خلاص. وكان زايد مني من الاكل يعني وانا حطيتهم وجم وقتهم ان هم يتعملوا يعني. بس فانا حطيتهم كده وبدات ان انا افردهم. طبعا مش شغل بايديا عشان انا اصلا ايديا نظيفه ما فيهاش حاجه. خلاص هنا بقى هجيب جبنه موتزاريلا وهبدا ان انا عايزه احط كده على الحشوه بتاعه صينيه الجلاش دي احط جبنه موتزاريلا وسطاني كده. بس انا كان بصيت كده لقيت عندي جبنه اللي هي ميكس، فقلت بقى احطها بقى. مسكتها كده فتفتها وبدات احطها لاني كانت طالعه من الفريزر. قعدت فتفتها كده بالسكينه يعني وحطيتها على قد ايه ما قدرت يعني. خلاص كمان همسك كده، سوري بلخبط في الكلام، همسك كده كمان برضو كل ورقتين وافضل احطهم واعمل نفس المعامله اللي انا عملتها في اول الصينيه. كل بين راق والتاني احط ايه حبه زيت. خلاص وابدا ان انا ادهنهم بالفرشه. خلاص كده انا خلصت منها هركنها وتعالوا نشوف هنعمل ايه. احط ملح كده للفراخ لاني نسيت خالص ان انا احط له ملح. خلاص بقى مفيش حاجات كتير بقى تتعمل، بس الملوخيه اللي هتتعمل. بصوا كده الحاجه جت، انا مبسوطه جدا والله العظيم. بصوا الحاجه جت الحمد لله، فيا رب تطلع كده كويسه ومش متخربشه ولا فيها اي حاجه. طبعا الاضاءه عندي مش قد كده، احنا بالليل، بس هعمل ايه بقى غصب عني. بس حبيت اصور لكم دي اول حاجه. بس يا دنجل حاسس شامم ريحه حد غريب عندنا فلازم يعمل الصوت ده، يقعد يعمل. دي المراتب طبعا جبنا مرتبتين للاطفال. فتعالوا نشوف بقى العزال بقى لما يدخل في الشقه يعني ونفرجكم عليه حاجه حاجه. خلاص يلا بينا. بصوا كده دي اول حاجه جت في الشقه. الكرسي ده طبعا لونه الرصاصي اللي بعشقه. بصوا والبف ده الستاند بتاع التصوير بتاعي محتاسه بيه. بصوا شكله فين اصلا. ده احط نور فده. شوف بقيه الحاجه اللي هيجيبوها. تعالى اخيرا جبنا العزال. يلا يلا دي اوضه. دي مش عارفه مش عارفه ايه هي. لا عشان تفتح الدرج ده. اهو. طب ما تدخلوا كل حاجه على اوضتها على طول ولا ايه؟ خلاص ادخل دول.
ماشي سيبها يا بافلي، سيبها يا بافلي دي. حطه في الشيء. اديله كيس على البتاع. ماشي هات الكيس يا بابا، بسرعة. هات الكيس. وبعد ما وريتكم الحاجه كده يا رب الالوان تعجبكم ويكون ذوق حلو. رجعت بقى اشوف انا قطعت صينيه الجلاش. بصي انا عملت ايه، جبت حبه شوربه وحطيت فيهم بهرتهم يعني، وزودت الملح بتاعهم وظبطتهم، وزقيت بيهم صينيه الجلاش، وكمان حطيت للرز بقى ميه عشان يستوي. وهبدا ان انا اسوي وهعمل الملوخيه والطشه وكل ده هعمله مع نفسي، علشان مش هصور لكم تاني بقى كده، كفايه الاكل. وبعد كده اما اجي اطلع الاكل ان شاء الله اصور لكم. تعالوا نشوف بقى احنا بنطلع الحاجه في الاسانسير، الحاجات الصغيره يعني طلعناها على قد ايه ما نقدر كده في الاسانسير خلاص، لاني احنا في دور عالي شويه. فبصراحه منصور تعب في اليوم ده، لاني كان يعني مش جايين ناس كتير، هما 2 بس ومعاهم منصور، فكانوا 3 يعني. خلاص بقى دي الاوض دي يعني وريتكم حاجه من الاوض، وانا كمان كنت بشيل معاهم يعني لما منصور بيطلع حاجه كده او اي حد باخدها من على باب الشقه، وابدا ان انا ادخل شويه حاجات كده الشقه خلاص. فيا رب كده انا عامله الحاجات بيضه في الوان تانية، فانا مش عارفه بقى، مش عارفه ذوقي يعجبكم ولا لا. طبعا اوضه الولاد عامله فيها لون الازرق بتاعه، لان هو بيحب كرولوس اللون الازرق قوي. فطبعا دي اوضته بس بسريرين، طبعا اوضتهم كلهم مع بعض، بس طبعا ربنا يخليهم لي يا رب، وربنا يفرح كل الناس بولادهم ويعملوا لهم كل اللي نفسهم فيه. فالعيال بصوا فرحانين جدا، عمالين يشيلوا، كل واحد بيشيل على قد ما بيقدر. بس كرولوس كان لسه جاي يعني من الدرس، عنده امتحانات، ادعي له. طبعا الولاد كلها عندهم امتحانات الفتره دي، فادعي لهم ينجحوا وربنا يديهم تعبهم وربنا معاهم. بص بقى دي ضلفه من الدولاب لسه طبعا ما شفتش ذوقي ولا الحاجات دي خالص، بس ده اللون بتاعها لونين، وده رصاصي ماشي، ده رصاصي كده مجزع خلاص. شوفي لونها وهي تسريحه، بس لسه طبعا ده جزء منها. بس الرفوف دي عارفين هي بقى مكانها هنا، انا حطيتها كده مؤقتا يعني، بس الحاجه بصوا مغلفه الكلام ده خلاص. فلسه بقى تعالى اوريكم بقى الحاجه اللي بره اللي جت بقى كده شقه. بصوا ما اقولكوش، تعالى بدي حاجات من بعد السرير. بصوا الاوضه دي كل حاجه طبعا حطيناها فيها، لاني احنا مش عارفين فين يودي على فين، مين يودي على فين، فكنا جبناه هنا. مفيش. كنت حطيت جنبها. بصوا حطيت على الترابيزة. تعالى بصوا بقى كده دي بقيه التسريحه، فانا حبيت اوريها لكم. بصوا ان شاء الله يا رب كده الحاجه تعجبكم. ده لونها بصوا فيها تفاصيل كتير قوي، ان شاء الله هفرجكم عليها. كمان الولاد بص ده قاعد يشرب بيبسي على الرخامه، وده بيجري عشان يشيل. وبصوا الشقه اتقلبت بطريقه رهيبه، كل حته خشبه يعني متفككه، مش عارفه ايه منين ولا مين رايح فين. وحاجه الراجل والكلام ده، وكل حاجه بقى كل حاجه في حته. بص حتى الاوضه بتاعت الولاد على الباب بتاعها الكومودين وخلاص. بس اوضه الولاد فيها ازرق عشان هم بيحبوا اللون الازرق، فطبعا دخلت له فيها عشان تبقى لايقه على الاوضه. ده كمان المكتب بتاع كرولوس. بص دي اول مره اصور لكم كده في الطرقه بتاعت عند باب الشقه، فطبعا حاطين ورد وزرع والكلام ده. طبعا ورد طبيعي. وده الاسانسير، فاول مره افرجكم. دي العجله بتاعت كرولوس، كان لسه جاي من درس كان هناك. بص الشقه عملت ازاي، كل خشب في كل حته، في كل الخشب في الشقه كلها. طبعا الولاد فرحانين، ومارو كان اهم حاجه بالنسبه له يفك الاكياس اللي على البتاع، كان كله همه يفك الاكياس اللي على الحاجه. شايفين بيعملوا ايه، بيقطعوا بسنانه مش مستني ان هو يفك. هنا بقى كانوا دخلوا على اوضه النوم اول حاجه، ف هينسبوا لي يعني او هيركبوا بس اوضه النوم كده. يا رب ذوقه يعجبكم. انا عملتها ابيض في الالوان تانية هتشوفوها دلوقتي. بصوا هنا، بصوا مرسلين، بصوا بيعمل ايه بسنانه وببقه. شايفين مش عايز حد من اخواتي يفك ولا الكلام ده. كان مبسوط قوي 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 بالورق، كان عمال ايه. هنا انا اللي طفيت النور كده، اتكيت عليه راح طفى مني ولعتهولهم تاني. انا كنت بصورهم وبصور الولاد. فبصوا مش عارفه بقى التسريحه دي كانت ترند،
بس انا بصراحه مبسوطه بيها وفرحانه، وكان نفسي فيها قوي، كانت حلم بالنسبه لي اني اعمل اوضه نوم اصلا. فالحمد لله ربنا حقق لي حلمي، اشكرك يا رب. فبجد مبسوطه قوي في اليوم ده، والحمد لله ربنا عوض صبري خير. بس فلما بتصبري وربنا بيديكي اكيد بتبقي فرحانه ومبسوطه. طبعا الحاجات دي عايزه تتنضف وتتلمع، هي نظيفه وكل حاجه، وكل حاجه جايه متغلفه. بس زي ما انتم شايفين كده هنا، بصوا بوريهم بدايه الاسترتش بيبقى فين، وبعد كده تلف يبقى اسهل ما هم عمالين يقطعوا بصوا بايديهم واسنانهم، ومتهيالي اللي عايزين اللي يسبق الاول فيعمل. خلاص هنا بقى صورت لكم حبه كتار يعني. بصوا هنا كانوا بيركبوا خلاص يعني الحاجه بتركب، فطبعا خدوا وقت وخدنا اليوم كله، سهرنا جامد قوي. فالحمد لله هنا كان عايز يعملها لي في الحيط، يثبتها لي، قلت له لا انا مش عايزه اثبتها، انا عايزاها كده، وانا مش هحط عليها حاجات تقيله يعني تتقلب والكلام ده. فقال لي اثبتها لك، لا قلت له لا عشان وراها فيشه انا محتاجه لها، او انا عايزاها احط فيها استشوار، احط فيها مكوه، اي جهاز انا استخدمه فيبقى عندي فيشه. قال لي اوصلك في قلت له لا مش عايزه ان انا اقص في الخشب يعني، او اعمل لي مكان. فمش عارفه. بصوا بقى ده شكل الدولاب، هو شكله من جوه دريسنج، شايفينه عامل ازاي؟ ده نظامه من جوه. ان شاء الله هيعجبكم، هنرتب فيه الحاجه مع بعض كده، الهدوم، وهنظبط الدنيا وهنعمل كل حاجه مع بعض. يا رب كده تكون التقسيمه عجبتكم على الماشي كده، صورت لكم لاني بصراحه في اليوم ده كنت محتاسه. بصوا رحت عملت بقى الجلاش، سويته في الفرن وزقيته بشوربه طبعا، وبهرتها بالبهارات بتاعتي كويس وزقيتها، وكمان حمرت الفراخ عملتها بقسماط حتى من غير بيض، عملتها كده بقسماط عشان تبقى خفيفه، وعملت ملوخيه وطشيتها، وعملت رز بالشعريه. وده كان الغدا طبعا بتاعنا. فهوديلهم بس كده في الصينيه عشان ياكلوا في الاوضه جوه طبعا، وانا والولاد ناكل لوحدينا مره يعني بعديهم، او احط الولاد لوحديهم. حطيت لي الولاد لوحديهم لان كرولز كان جاي من الدرس فكان جعان، عملت له هو واخواته والكلام ده، وانا اكلنا لوحدينا، وحطيت كده الرجاله يعني ياكلوا مع نفسهم. طبعا الكوبايات دي بتاعت بيبس، والمواعين اللي انا استخدمتها، ودي بص الملوخيه، ودي بقيه الجلاش، ودي بقيه الحاجه يعني بقيه الاكل. هودي الاكل للناس وبعد ما نتغدى نرجع لكم تاني. وبعد بقى ما خلصت اللي ورايا، بصوا دي اوضه الولاد، بصوا عاملينها كده، القعده دي لونها ازرق، ان شاء الله لونها هيعجبكم. بس وعملت برضو الاوضه ابيض في الوان تانية. بصوا ده السرير اقصد، عملناه كده لون خشبي في ابيض في ازرق عشان يبقى لايق على الاوضه، وفي نفس الوقت مدخلين فيه لون يعني عشان طبعا اوضه اطفال والكلام ده. فبجد انا عجباني قوي وعجبه الولاد جدا عشان فيها لون ازرق، لاني كرولز عندي بيحب اللون الازرق، فانا حاولت ادخله له في الحيطه لما جيت ابيض، وكمان لما جبت له اوضه النوم دخلته له في الاوضه، بس على حاجات خفيفه كده علشان يبقى شكلها شيك وحلو خلاص، ولايقه يعني لايقه كمان على الاوضه، فاهميني؟ بس فعملتها كده. هو بقى قعد يركب بقى الحاجه، طبعا شغل هو فاهمه، فقعد يركب الحاجه، فبيقول لي هنا انتوا بتصوريني كده يعني. قال لي خلاص ماشي، واي حد يجي تبعك والكلام ده انا هعمل له خصم حلو. قلت له خلاص ماشي، بس بعد ما نخلص الاوضه كلها ونشطب الدنيا كلها. قلت له اعمل معاك فيديو، مش عارفه، حاسه ان هو متردد، فلو وافق ان انا اعمل، هو قال لي صوريني عادي، هو موافق، فبس مكسوف يطلع يتكلم يعني. فانا قلت له اعمل معاك فيديو، مش عارفه بقى هو يوافق ولا لا، لان زي ما بقول لكم يعتبر احنا اخوات يعني، هو ابن عمي وابن عم منصور كده يعني، لاني انا ومنصور ولاد عم. بص الشماعه دي عجباني جدا بتاعت اوضه النوم، بس في شماعه تانية بتاعت الاوضه بتاعت الاطفال. تعالوا اوريكم بقى بره. بص دي الاكياس اللي تحت البار اللي لماها مارسيلينو من الشقه كلها، هو بصراحه اللي قام بالواجب ولمين لي كل حاجه. وهنا بقى كنت دخلت المطبخ وشطبت كل المواعين، وحبيت اوريكم الحوض ان هو فاضي كده ونضيف وكل حاجه. كمان برضو دخلت صورت لكم تاني بعد ما ركب الاوضه. بصوا ايه رايكم؟ يا رب الفيديو كده يكون عجبكم، واحنا طولنا قوي بالليل، وان شاء الله في بكره فيديو جديد اوريكم الحاجه على الطبيعه. فاعملوا لايك الفيديو ده واشتركوا في القناه، ويلا باي 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 يا حلوين، اعملوا له لايك كبير قوي، يلا باي.